هدى. الله، هي راحت فين؟ هدى في اوضتها يا عم. في اوضتها بتعمل ايه؟ وليه قاعده لوحدها؟ انا هدخل اقعد معاها. لا خليك انت، انا داخل اشوف. هدى، قاعده لوحدك وحاطه ايدك على خدك ليه يا بنتي؟ الساعة بقت 6 يا بابا. هو عصام خطيبك قال لك جاي الساعه كام؟ عصام قال انه جاي الساعة 5. الغايب حجته معاه يا هدى يا بنتي. طيب ما دام اتأخر ليه ما اتصلش بالتليفون عشان يطمني؟ زمنه جاي يا هدى. انا خايفة يا بابا، خايفة. خايفه من ايه بس؟ انت مش عارف اللي جرالي قبل كده يا بابا. هدى، احنا مش اتفقنا ننسى اللي حصل وما نفكرش في حاجه تزعلنا؟ انسى ايه ولا ايه يا بابا؟ انسى العريس الاولاني اللي مات بعد خطبتي باسبوع واحد، ولا انسى العريس التاني اللي مات بأزمة صحية بعد ما قرينا الفاتحة بأسبوعين، ولا انسى التالت اللي سافر وما رجعش خالص وسابني في حيرة وعذاب. كفايه يا هدى، كفايه يا بنتي يا بابا انا تعبت وزهقت وخلاص مش عايزة اتجوز. لا بلاش الكلام اللي يزعلني ده يا هدى. ده انا يا بنتي ليل ونهار بشتغل عشان اساعدك. انا مقدرة تعبك وتضحيتك علشان يا بابا، وعلشان خاطرك قبلت العريس الرابع. بس كل اللي حصل يا بنتي مالكيش يد فيه، وانا راجل مؤمن بالله وكل شيء بإرادته. مؤكد عصام سمع باللي حصل للعرسان اللي اتقدموا لي قبل كده، وعشان كده خاف على نفسه ولغى فكرة الجواز خالص. انت اتكلمتي مع عصام خطيبك في حاجة زي كده؟ مش انت قلت لي ما اتكلمش يا بابا؟ خلي ايمانك بالله قوي ولاش تستسلمي للافكار الوحشة دي يا بنتي. هدى الاستاذ عصام جه. هو فين؟ انا شايفاه من الشباك وهو داخل الفيلا. الحمد لله. جالك كلام يا هدى؟ اروح افتح له الباب. خليك انت يا بابا، انا هروح افتح له الباب. المصنع بموظفيه وكل العمال اللي فيه سعداء بجواز هدى هانم. عقبالك يا هاشم. ربنا يوفقها ويسعدها. مبروك يا استاذ عصام. الله يبارك فيك. ده العريس الرابع. ايوه يا متولي، يا ترى هيكون مصيره ايه؟ بس العروسة حلوة وزي القمر، وابوها غني قوي ومالوش غيرها. مراته ماتت من مدة كبيرة ورفض الجواز علشانها. بس الكلام اللي بيتقال عنها ده صحيح؟ كلام ايه؟ انها يعني نحس وكل عريس يتقدم لها يموت. خلينا في الفرح دلوقتي وبعدين نتكلم. خلي بالك من هدى يا عصام. دي في عينيا الاتنين يا عم. عصام، عشان خاطر تسمع كلامي. طيب فهميني بس، ليه مش عايزانا نروح نقضي اسبوع في اسكندريه؟ احنا مبسوطين وكل يوم بنتفسح في حته شكل. بس انا مضطر اسافر اسكندريه. ليه يا عصام؟ في شويه اعمال مهمه لازم اخلصها، وبقول فرصه نقضي اسبوع هناك. اعمال ايه يا عصام؟ واحنا لسه متجوزين بقالنا اسبوعين. ما هو الاعمال المطلوبه مني مش هتاخد اكتر من يوم واحد، وبعد كده نقعد اسبوع اسبوعين، الوقت اللي يعجبك. وهو انا معقوله اسيب بابا اسبوعين يا عصام؟ خلاص ناخد بابا معانا. بابا ما يقدرش يسيب المصنع اسبوعين يا عصام.